أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 الصحفي حميد المهداوي مدير نشر موقع بديل بالحبس النافذ والغرامة في قضية توبع فيها بشكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقضت المحكمة اليوم بإدانة المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وبتعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم. وكان دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد طالب بالحكم على الصحفي حميد المهداوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ وتعويض يصل إلى مليار سنتيم. ودعا دفاع وهبي القضاء خلال أطوار المحاكمة إلى الحكم على المهداوي بتعويض مدني قدره 10 مليون درهم لصالح موكله عبد اللطيف وهبي، هذا فضلا عن إجراء افتحاص على مستوى مداخيل قناة الصحفي بمنصة يوتيوب وعائداتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الطرف المشتكي موضوع الدعوى، مع إصدار أمر قضائي بتحويلها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية. وتوبع حميد المهداوي بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص القذف والسب العلني حسب الفصول 443 444 447 من مجموعة القانون الجنائي منذ فبراير 2024.